الهلال السعودي ممثل الكرة السعودية في نهائي كأس زايد استهل مشواره في الدور 32 بفوزه ذهابا وإيابا على الشباب العماني بهدف لصفر في كل مباراة ما بين 12 من أغسطس و29 من سبتمبر من العام الماضي 2018. في الدور السادس عشر تمكن الهلال من دك شباك النفط العراقي برباعية نظيفة من جوميز وكاريو وياسر الشهراني في مناسبتين، ليذهب بعدها الهلال إلى العراق ويزيد من أوجاع النفط بعد عودته بنتيجة هدفين لصفر أنهى بهما حلم الفريق العراقي في 30 من نوفمبر من العام الماضي. في دور الأربعة كان الهلال على موعد مع الاتحاد السكندري في الذهاب يوم 16 من فبراير 2019 ليعود بنتيجة 3 أهداف دون رد، مكنته في مباراة العودة باللعب بكل راحة ودون ضغوطات لينتهي اللقاء على نتيجة سلبية ضمن بها الهلال المرور إلى الدور النصف النهائي. في هذا الدور كانت المنافسة مع شقيقه الأهلي، وكانت مباراة الذهاب في استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، أين تمكن سوريانو من تسجيل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة الأولى بعد العودة في الشوط الثاني. هدف كان له وزنه في مباراة الإياب يوم 15 من الشهر الحالي، ففي مباراة العودة هذه في استاد الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية تمكن الأهلي من تسجيل هدف من رأسية دياز لتعود المواجهة إلى نقطة البداية وتبدأ عملية الحسابات. انتهت المباراة بنتيجة هدف لصفر ليذهب الجميع إلى ركلات الترجيح التي رجحت في النهاية فريق الهلال ب3 ركلات مقابل 2. كان يومها البطل الحارس المعيوف الذي صحبة زملائه رقصوا فرحا بالتواجد في نهائي كأس زايد في استاد هزاع بن زايد. النجم الساحلي التونسي، نجم الأندية التونسية المنير، بالنجم نهتدي ونعرف الطرق والمسارات. وصل النجم إلى النهائي بعد عبور فرق من آسيا وأفريقيا، 8 مباريات حسمت وصوله إلى هذه المباراة. يكتب النجم صفحة جديدة في تاريخه إذا توج باللقب، وحتى إن فاز بلقب الوصيف هو مجد